اللي شق البلد دي الاعلان الدستوري. ما احنا قبلها ما لغاه يا استاذ حمدين يعني لغاه ولم يلغي اثاره، وده نوع من الالتفاف. احنا اذكى والشعب المصري كله من الاجراءات الشكليه دي. اذا كان عاوز يلغيه كان الغاه، كان شال النائب العام. طيب عندي محورين مهمين والوقت بيدركنا والحوار مع حضرتك ممتع، بس تسمح لي بس نتمنى نقعد للصبح. اتفضل تسمح لي انتهز فرصه اني يعني بخاطب جمهور عظيم كريم بحترمه، وبقول لهم ان الشباب اللي بدأ من حركه كفايه وقوى اخرى حركه تمرد صحيح شباب مخلص جدا لهذا البلد، وانا بدعو الجميع بصفه شخصيه لتأييد هذه الحمله والمشاركه فيها، لان دي طريق في المقاومه المدنيه السلميه. واي حكم مستبد انت هتقاومه. طيب يا هتقاومه بالمقاومه المدنيه السلميه في الميدان، يا هتقاومه اذا وصلت للبرلمان عبر الصندوق. واحنا محتاجين نجمع الطريقين دول مع بعض وندفرهم سوا، لان المصريين فاض بيهم التيل من الاوضاع الحاليه. يعني انا مش هضم صوت حضرتك، لاني انا اتمنى ان يكون في فرصه لالتقاط الانفاس ومصالحه وطنيه واعطاء فرصه للرئيس على الاقل لمده عام اخر. الكوره انما فكره الملاحقه والضغط بهذا الشكل لا يمكن اي بني ادم يقدر يشتغل تحت الضغط. الكوره عند رئيس